السبق هو يكون في عدة أمور. أولا يكون هذا السبق إلى الإيمان، قوم سبقونا إلى الإيمان، هؤلاء الذين صدقوا رسول الله صلى الله عليه وسلم وآمنوا به، يعني من أول ما آمن به، وتفاوتوا أيضا حتى هم في زمن الإيمان مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولكن باعتبارهم صحبا لرسول الله صلى الله عليه وسلم في زمن رسول الله صلى الله عليه وسلم، فكلهم كل صحب من الصحب الكرام لهم هذا السبق، سبق الإيمان. ومن السبق هناك أيضا السبق في الإيمان، سبق إلى الإيمان زمنيا، وسبق في الإيمان، يعني نحن في ديننا كما نعلم أن الإيمان يزيد وينقص، يزيد بالطاعات وبالإقبال على الله تبارك وتعالى وبأداء الفرض والنفل وما يتقرب إلى الله عز وجل، وقد ينقص بالمعاصي وبالغفلات. فإذا الإيمان كما نعلم يزيد وينقص، وإذا الناس تتفاوت في قوة هذا الإيمان، وما يدفع ذلك إلى الأعمال الجليلة التي ندب إليها الشرع ونبأ إليها الله عز وجل وسيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. فإذا كما قلت السبق زمانيا إلى الإيمان، والسبق أيضا في في الإيمان. طبعا لا يستوي من يعني جاهد بإرادته وبنفسه فداء الله تبارك وتعالى، ومن دونه على كل حال، من أعطى عطاء دون ذلك في سبيل الله. لا أقصد هنا بما تسمح به الظروف لهذا وذاك، ولكن أقصد في نفس يعني الظروف وفي نفس يعني المعطيات. فيتفاوت الناس في أدائهم وفي خدمتهم لدعوة رسول الله صلى الله عليه وسلم وفي فدائهم لهذه الدعوة، حسب طبعا قوة إيمانهم بالله سبحانه جل وعلا.